السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في قناتي وصفة هايلة. النهاردة هنعمل مع بعض زبادي للسحور. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة. هقولك كل التكات والحركات عشان يطلع معاكي زي زبادي الشركات وأحلى كمان. هقولك ازاي يطلع معانا متماسك زي ما انتم شايفين كده. مش هتلاقي فيه ولا نقطة مية لغاية آخر معلقة في الكوباية. المصدر موثوق منه جدا من داخل مصنع الزبادي. هقولك كل الأسرار اللي بيخبوها علينا عشان ما يطلعش طبعا زي بتاع المحلات بالظبط. هقول لك كل حاجه عن الزبادي عشان يطلع معاكي متماسك، زي كمان ناعم جدا زي ما انت شايفه كده وما فيهوش ولا نقطه ميه. يلا بينا نشوف الفيديو. وقبل ما نبدا ما تنسوش لايك للفيديو لو اول مره تشوفوني. ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. اول حاجه عشان اعمل زبادي حلو ومظبوط ضروري جدا ان انا اشتري اللبن الحليب اللي هستخدمه في الزبادي من مكان موثوق منه، او مكان انا مجرباه وعارفه ان اللبن الحليب بتاعهم كويس جدا. بعد كده انا باخد اللبن بتاعي على مصفى كده واصفيه. اتاكد طبعا ما فيهوش اي حاجه او اي شوائب، اي حاجه ممكن تنزل في اللبن بتاعي او في الزبادي. بعد كده انا معايا 2 كيلو من اللبن الحليب، هصفيهم زي ما احنا شايفين ويبقوا جاهزين معايا للزبادي. هاخد منهم حوالي ربع كوباية في طبق خارجي كده، وهزود عليهم الحاجة اللي هتخلي الزبادي بتاعي متماسك جدا مفيهوش ولا نقطة مية. انا معايا 2 كيلو من لبن الحليب، هزود عليهم معلقتين صغيرين من النشا. هزود معلقتين من النشا واقلبهم كويس كأني هعمل مهلبية، بس طبعا دي معلقة لكل كيلو حليب، معلقة صغيرة من النشا لكل كيلو حليب. مش بتبان خالص ولا بتأثر في الطعم ولا بتأثر في أي حاجة، بس بتفرق جدا في التماسك وفي القوام وفي الملمس. هيعجبك جدا. أنا جايبالك المعلومة دي من داخل مصانع الزبادي. بعد كده هاخد اللبن بتاعي واروح بيه على النار. انا عايزه نار متوسطه وهغلي اللبن بتاعي ده كويس جدا. انا هقلب اللبن حوالي من 5 ل7 دقايق عشان اتاكد ان كل الميكروبات اللي بتكون موجوده في اللبن الحليب خلاص اتخلصنا منها. هقلب يمين وشمال او هقلب في اتجاه عقارب الساعه وعكس عقارب الساعه لغايه طول الوقت اللي احنا قلنا عليه. انا عايز الغليان مستمر كده، والفوران او الرغاوي اللي بتكون موجوده فوق اللبن الحليب تقل تماما زي ما احنا شايفين كده. انا مش هسرع الفيديو ولا هقطع منه حاجة، هحاول الى حد كبير جدا اوريكم ازاي انا بغلي اللبن وازاي انا بقلبه عشان نعرف كويس ازاي نغلي اللبن ونتخلص من كل الحاجات اللي ممكن تكون موجودة فيه. وكمان وجود اللبن الفترة ديت على النار بيقلل طبعا نسبة السوائل او المية اللي موجودة في اللبن الحليب، وبيزود طبعا او بيركز نسبة المغذيات الموجودة في اللبن الحليب. يعني وجود اللبن على النار الفترة دي بيزود طبعا المغذيات اللي فيه، بيقلل السوائل، كمان بيقتل الميكروبات. يعني احنا بناخد زبادي متعقم تماما. لو لسه معايا اتمنى ان انتوا تعملوا لايك للفيديو، واللي ما اشتركش يشترك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. كده تمام، كفاية جدا كده. اللبن بتاعي غلي كويس وزي ما احنا شايفين اللبن كمان قل الى حد ما عن الاول. كده تمام، هنطفي عليه وهنسيبه لغاية ما يهدى شوية. انا اللبن بتاعي بعد ما يهدي شوية عمل قشرة كده، لان ما شاء الله اللبن كامل الدسم، فعمل زي وش على اللبن زي قشرة القشطة كده. فانا هصفيه. انا عايزة الزبادي بتاعي يبقى ناعم جدا مفيهوش اي حاجة. هصفي اللبن بتاعي عشان لو في اي حاجة من الوش اللي اتكون ده يتفصل يعني في المصفى ميبقاش موجود معايا. شايفين الكمية قد ايه اللي نازلة في المصفى، اللي عملت وش على اللبن. كده اللبن بتاعي بقى جاهز. انا هسيبه برضو يهدى شوية. انا عايزاه يبقى حوالي كده يعني صباعي يتحمله زي ما احنا شفنا كده. طبعا سوري على المنظر، بس ده الاختبار الحقيقي يعني عشان نعرف اللبن بتاعنا خلاص بقى دافي كده زي درجة حرارة الجسم ولا لا. انا زودت معلقه واحده من السكر، دي مش بتاثر في حاجه خالص، وزودت كمان معلقتين من اللبن البودر بيخلي طعمه وقوامه برضو حلو قوي قوي زي بتاع المحلات كمان، بس ما تصورتش للاسف اللقطه دي. بعد كده طبعا الزبادي، اي زبادي انت بتفضليه،
انا باخد برضو حوالي ربع كوبايه من اللبن بعد ما هدي، وانزل عليها بكوبايه من الزبادي، وهقلب كويس. الزبادي ده انا عايزه برضو ما يبقاش فيه قطع خالص، هخلطه تماما زي ما احنا شايفين. بصوا القوام بقى ناعم خالص كاني ما حطيتش زبادي في اللبن. هنزل بكميه اللبن بالزبادي اللي احنا ضربناها مع بعضها كده، وهنزل كل المقدار كده واقلبه كويس مع اللبن. عايزاه يختلط طبعا تماما بكل اللبن اللي معانا، مش عايزه طبعا جزء يكون فيه زبادي وجزء لا، فبقلبه كويس. معايا بقى كوبايات، معانا بولات، معانا اطباق الحلويات، اي حاجه متوفره عندك وحابه تعملي فيها ممكن نعمل فيها عادي خالص. طبعا المقدار اللي انت حباه تحطيه بتحطيه، حابه تعملي حاجات كبيره او حاجات صغيره، حابه تزودي نكهات فراوله مانجا بايس كريم او بشربات فراوله او بمربى فراوله او مربى مانجا، يعني اي اضافات انت بتحبيها ممكن تزودي. احنا عملنا الحاجات دي قبل كده، بس انا حابه النهارده ان انا اعمل الزبادي ساده خالص من غير اي اضافات. هامله كل البولات اللي معانا ديت بالخليط اللبن والزبادي، وهكون جاهزه كده. وكمان الكميه الباقيه عملتها في كوبايات، وهزود بقى ميه سخنه برضو مش سخنه قوي عشان ما تفصلش ميه على وش الزبادي. الميه ضروري تكون برضو سخنه بس ايديا تتحملها، بحط صباعي فيها كده، لو ايديا اتحملتها السخونه بتاعتها تبقى كده تمام. هغطي بقى بفوطة او بقماشة اي حاجة عشان البخار لو في يعني بخار خرج من الزبادي يطلع على القماشة دي او الفوطة دي تمتصه. لو انا غطيته بورق فويل على طول او بغطا او بصينية هيتكثف عليها وينزل تاني على وش الزبادي ويعمل لي مية على وش الزبادي. المية كانت طبعا سخنة، وهدخله فرن سخن عشان الجو لسه بارد دلوقتي. لو في الصيف بسيبه على المطبخ عادي على رخامة المطبخ لغاية ما يتماسك معانا 4 أو 5 ساعات. يعني لو حابة تعمليه دلوقتي على السحور ان شاء الله هيكون جاهز معاكي. شايفين ما شاء الله بعد ما طلعته ما دخلتوش التلاجة خالص، يعني انا طلعته من فرن البوتاجاز بعد ما سخنته حوالي 10 دقايق كأني هعمل كيكة بالظبط. دخلت الصواني بتاعتي بعد ما غطيتها بالفوطة وبالفويل عشان يضغط طبعا درجة الحرارة جواه وتبقى زي مكنة الزبادي، وبخرجه بيبقى معانا بالشكل ده. ولو حابة طبعا تدخليه في التلاجة هيكون متماسك اكتر بكتير من كده، بس هو معايا تماسك زي ما احنا شايفين متماسك جدا ناعم جدا. كمان القوام بتاعه حلو قوي، طعمه خطير لان طعم اللبن وطعم طعم اللبن البودر مع معلقه السكر مع اللبن اللي احنا غليناه وكثفناه طعمه خطير بجد، حلو قوي 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 زي بتاع المحلات واحلى كمان. جربوه بالطريقه دي هيعجبكم جدا ان شاء الله. واحلى ما في الموضوع ان انت كل ما بتاخدي معلقه بتلاقي اللي باقي زبادي زي ما انت بتاكلي بالظبط، مفيش ولا نقطه ميه بتتكون زي ما بنشوف في بعض الانواع. بجد قوامه وطعمه ونتيجته خطيرة. جربوه وهتدعوا لي ان شاء الله وهتتبعوا الوصفة دي على طول. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. مع السلامة.